السلام عليكم. عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن قصة مستوحاة من أحداث حقيقية. كنت فاكر لما أنقل بنتي لمدرسة خاصة الوضع هيكون كويس وأرتاح أخيرا من مشاكل المدارس الحكومية، بس للأسف كنت مخطئ. مريم الفترة الأخيرة بدأت تعمل نفسها مريضة علشان تغيب عن المدرسة أطول وقت ممكن. في كل ليلة مريم كانت بتبكي بشكل هستيري، محدش كان عارف سبب عياطها بالشكل ده ايه. أكلها بقى معدوم، جسمها خس النص. طفلة عندها 9 سنين بدأت حياتها تنهار بشكل ملحوظ. ما كانش ينفع أستنى لحد هنا، وكان لازم أروح لدكتور نفسي يحاول ينقذ ما تبقى إنقاذه. الجلسة الأولى كان الوضع فيها غير مستقر. مريم رافضة الكلام في كل مرة بيتم ذكر اسم المدرسة، وكانت بتنهار من العياط وبتصرخ وبتقول مش عايزة أروح هناك تاني، لدرجة إنها وقعت على الأرض تمسك في رجلي بتتوسل ليا إنها ما تروحش هناك. بعد المشهد ده الدم نشف في عروقي، ومش فاهم إيه اللي ممكن يوصل طفلة للخوف والرعب ده من إنها تروح المدرسة. عشان كده قررت ما تروحش فعلا وهنقولها لمدرسة تانية. بس أنا لازم أفهم إيه اللي حصل داخل المدرسة سبب المشاكل النفسية الكبيرة للبنت بالشكل ده. مريم فقدت النطق الأيام، وكان صعب نفهم إيه اللي حصل لها. علشان كده الدكتور اتجه للكتابة وحاول يخليها تكتب أي حاجة حصلتها من وقت دخول المدرسة. في نفس الليلة مريم كانت في أوضتها بتكتب بالورق الفاضي، بس كانت خايفة وهي بتكتب. شايفها من بعيد إيديها بتتراش، جسمها بتنفض. مش قادر أسيبها بالشكل ده، بس ما كانش ينفع أدخل لأنها لازم تكتب كل اللي حصل لها. وبعد ساعات كان النوم قدر يسيطر عليها بسبب الإرهاق الذهني والنفسي، فشلتها نيمتها على السرير ورجعت تاني للورق اللي كان على مكتبها. قررت أقرأ المكتوب، يمكن أقدر أفهم اللي حصل. تأكدت من إنها نامت واتجهت للصالة، حضرت فنجان قهوة سادة وبدأت أقرأ المكتوب في الورق. وكان مكتوب: أنا خايفة أروح هناك تاني. كنت فاكرة إنهم بيكدبوا عليا، بس اكتشفت إن اللي بيحصل ده كان حقيقي. أنا شفت كل حاجة بعيني. مبنى مهجور موجود في المدرسة الدور الأخير، اللي هو الدور الرابع. لمحت حد واقف ورا الشباك الخشب المكسور. كنت واقفة لوحدي وقت الفسحة لما شفته. كان شكله غريب عن باقي الناس. كان جسمه عريض، شعره طويل بيغطي أجزاء كبيرة من جسمه اللي هو لونه أزرق. عينيه واسعة لدرجة إني كنت شايفاهم بوضوح. عينيه بيضة تماما، وكان بيشاورلي. اتخضيت لما شفته وكنت هصرخ، بس فجأة حسيت بإيد بتلمس ظهري. لما لفيت ملقيتش حد، ولما رجعت بصيت عليه تاني كان اختفى. وما كنتش فاهمة اللي هو أنا شفته ده حقيقي ولا تهيؤات بسبب الكلام الكتير اللي بيتقالي عن المبنى ده. من وقت ما دخلت المدرسة وبعض الطلاب هناك كانوا بيحذروني أبص للمبنى ده حتى لو سمعت صوت جاي من هناك. قالولي إن أي حد بيدخل من جوه المبنى ده ما بيرجعش مرة تانية. مش فاهمة لو ده بيحصل فعلا ليه إدارة المدرسة سايبة المبنى ده موجود كده. بس إحنا كان لازم نكسر خوفنا من أي حاجة عشان نبطل نخاف زي ما مس منى قالت لي. عشان كده اتجمعنا أنا و3 من أصحابي من اللي معايا في الفصل، وهما يونس وسمير وحبيبة. وقررنا نواجه الخوف ونكون أول ناس تدخل المبنى وتخرج بسلام. محدش كان عارف الموضوع غيرنا. استغلنا فترة انشغال المدرسين بالطابور الصباحي وقررنا ندخل المبنى. الفتحات الموجودة في الشباك الأرضي كانت كفيلة إنها تخلينا ندخل جوه. المكان مظلم، بس يونس كان عامل حسابه وجايب معاه كشاف صغير. قدرنا نشوف الطريق، السلالم موجودة عليها بيوت العناكب وتراب في كل مكان. المبنى من جوه سليم، والجدران منحوتة بشكل جميل، وبرغم السنين دي لسه محتفظة بالجمال واللمعان المنحوتات. الكراسي القديمة وبعض الترابيزات اللي بتوحي بإن المبنى ده كان مدرسة قديمة. قررنا نكمل ونطلع للأدوار التانية. الدور الأول نسخة من الدور التاني والتالت كمان، وكده مفيش غير الدور الرابع اللي كان شكله على عكس الأدوار التانية.
وكأنه في مبنى تاني لوحده. شقوق في الجدران الداكنة باين عليها إنها متأثرة بحريق ضخم حصل هنا. دم كتير على الجدران، الدور خالي تماما من أي شيء، ومفيش غير بعض الرماد على الأرض. لمحنا شيء بيتحرك في الممر، ويونس بدأ يركز الكشاف على الممر، والضوء بدأ يضعف، وده بسبب إن البطارية منخفضة. الكشاف هيفصل في أي لحظة، إحنا لازم نمشي من هنا. فجأة سمعنا صوت صراخ سمير. سمير اختفى ملهوش أي أثر، وكأن في روح شيطانة خطفته من وسطنا. حبيبة بدأت تصرخ وتعيط جامد، وفجأة سكت الصوت عياطها عشان أشوف كف إيد لونه أزرق ملفوف على وش حبيبة وبيفصل راسها عن جسمها. وفي لحظة جريت وموقفتش عن الجري لحد ما وصلت للسلام، واكتشفت إن يونس وقع وهو بيجري معايا. صوت صراخه لسه بسمعه، وفجأة الصوت اختفى. اتأكدت وقتها إنه مات، وجريت بسرعة وقدرت أخرج من المبنى. بس لما حكيت كل اللي حصل للمدير كان على وشه علامات الخوف، بس حاول ينكر الموضوع. أنا خايفة أروح هناك تاني. بعدها مش قادر أنا أستوعب كلام مريم المكتوب ده، ولو فعلا ده اللي حصل يبقى دي كارثة. أنا لازم أتحقق من الموضوع بنفسي. قررت الصبح أروح المدرسة وأواجه المدير بالحقيقة اللي رفض تماما إن هو يسمعني. ملامح وشه بتقول إن هو مخبي شيء كبير بيدور حوالين المبنى ده. بعد ضغط شديد عليه قرر إن هو يديني أرقام تليفون وعناوين يونس وسمير وحبيبة. رحت الأول عنوان كان بيت سمير. والد سمير كان في انتظاري وكأني مستني وصولي، وقطع كل الأسئلة اللي كنت هقولها له لما قال لي إن سمير موجود في أوضته تعبان وما كانش قادر يروح المدرسة الفترة اللي فاتت. والبيت التاني كان يونس اللي كان فعلا موجود قدامي، بس ساكت ما بيتكلمش وخايف يروح المدرسة، ونفس تصرفات مريم، رافض يتكلم في الموضوع. آخر بيت كان بيت حبيبة اللي كانت موجودة في البيت خايفة من المدرسة زي الباقي، بس قدرت أتكلم معاها. وفجأة قربت مني وهمست في ودني وقالت لي أنا شفت مريم وهي راسها مفصولة عن جسمها يا عمو. رجعت البيت وأنا مش فاهم حاجة. كل اللي عرفته إني لازم أدخل المبنى ده ولازم أفهم إيه اللي حصل. استغليت إن الليل ليل ودخلت المدرسة، تحديدا أنا جوه المبنى الملعون. الدور الرابع كان هو أهم شيء لازم أوصله. الممر مظلم، ضوء الكشاف ما كانش كفيل إن هو يضيء غير جزء صغير. لمحت شيء بيتحرك في الممر وبيدخل غرفة من الغرف الكتير اللي موجودة في نهاية الممر. معايا سلاحي في جيبي، مسدس خاص. الوقت اللي أقدر أستخدم فيه فضلت أتحرك بهدوء لحد ما قدرت أوصل للغرفة. ريحة وحشة جدا خارجة منها حشرات كتير بتضرب في وشي. ضوء الكشاف بيكشف لي 4 جثث موجودة على الأرض. الجثث بدون راس، بس قدرت أتعرف عليهم من الملابس المدرسة. منهم لبس أنا عارفه كويس، ده لبس مريم بنتي، جثتها على الأرض بدون راس. الإدرينالين ارتفع في جسمي، حاسس بشيء بيقبض قلبي، في صوت في عقلي بيقول إن ده مش حقيقي. بس شفته قدامي بنفس الملامح والتفاصيل اللي ذكرتها مريم في الورق. ضخم، جسمه أزرق، الشعر بيغطي جزء كبير من جسمه، واقف ثابت مبتسم، ملامح وشه بتتغير لأكتر من شكل غريب. إن الوشوش بتعود لأطفال لحد ما فجأة ثبت على وش مريم. حسيت بلمسة في قلبي وبدأ يقرب مني وكأنه بيصطاد فريسة جديدة. جريت بره الغرفة وبره الممر وبره المبنى كله على أقرب قسم شرطة. بلغت عن اللي بيحصل داخل المبنى. فعلا الشرطة نجحت في إنها تكتشف هياكل عظمية لجثث بتعود لأطفال ما بين سن 7 سنين ل10 سنين. الجثث القديمة ومفيش أثر لجثث جديدة، بس الطب الشرعي اكتشف دماء بتموت لمريم بنتي بقالي أسابيع وأنا مش فاهم. بما إن بنتي مريم ماتت، أمال مين الموجودة في بيتي دلوقتي؟ القصة خلصت هنا، استنونا بقصة جديدة، والسلام عليكم.